السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهارده هنعمل مع بعض كده قراص سهلة وسريعة، هنعملها باللبن الرايب، وهاقول لِك البدايل بتاعته إن شاء الله في الفيديو وإحنا شغالين، وكمان هنشتغل بنُص كيلو من الدقيق مش هياخد معاكِ وقت ولا مجهود بإذن الله. حابة أفكّرِك بشوية المعجنات اللي عملناها على القناة، ودي مش كلّها، دي حاجة منها بس، إن شاء الله بإذن الله هاسيب لِك كل الوصفات دي في لينك في صندوق الوصف، لو دخلتِ عليه هتدخلي على أي وصفة أنتِ محتاجاها بكل سهولة بإذن الله. يالّا بقى نبدأ في الوصفة بتاعتنا من غير كلام كتير. أنا النهارده هاعجن في العجان، لو حابة إن أنتِ تعجني على إيديكِ هتعملي نفس الخطوات اللي إحنا هنعملها النهارده. بما إننا هنعجن بلبن رايب فلازم إن إحنا ندوب الخميرة والسكر بتاعتنا في مَيّة دافية، تمام. مينفعش إن إحنا نحطها على اللبن الرايب على طول، لإن اللبن الرايب ما بيتسخنش، فبنجيب نُص كوباية من المَيّة الدافية عليها 3 معالق كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنغطيهم وهنركنهم على جنب. هنجيب العجان بتاعنا وهنحط فيه كوباية إلا ربع من اللبن الرايب، أنا محطيتهاش كلها بس كده هاحتاجها تاني، بما إن كل دقيق غير التاني فمحبتش إن أنا أحطها على طول. معايا نص كوباية من السمنة، تقدري تخليها سمنة على زيت، تقدري تخليها زيت خالص زي ما تحبي وزي ما انتِ عايزة. هنقلبهم مع بعض لحد ما يندمجوا كده مع بعض، وهنحط عليهم الخليط بتاع الخميرة والسكر والمَيّة اللي إحنا خمرناه مع بعض، تمام. هنحطه عليهم، وأنا النهارده زي ما قُلت لِك هاعجن بنُص كيلو من الدقيق، هنقلّبهم كويس مع بعض، وهنجيب نُص كيلو من الدقيق وتكون الدقيق ده نخلاه مرّة و2 علشان خاطر كده يدخله هوا لو في أي حاجة تطلع منه. بندّي له رشة صغيرة خالص كده من الملح وباكت من الفانيليا، والفانيليا هنا بما إننا هنحشي عجوة فبتدّي طعم حلو أوي للخليط بتاعنا. شغّلت العجّان ولقيت نفسي لسه محتاجة طبعًا سوايل، فبدأت إن أنا أحط نُص كوباية من اللبن الرايب، تمام. لو هتعجني بلبن حليب غالبًا هياخد معاكِ كوباية من اللبن الحليب وعليها نُص كوباية بتاعة المَيّة والخميرة، تمام. لإن اللبن الرايب لمّا بنيجي نعجن بيه فبيحتاج إن إحنا نزوّده شوية. يبقى هنا أنا استخدمت كوباية وربع من اللبن الرايب وعليهم نُص كوباية من المَيّة اللي إحنا دوّبنا فيها الخميرة والسكر. لازم تعجنيها كويس جدًا، يعني لازم حتى لو هتعجنيها على إيديكِ بتعجنيها كويس أوي، بتحسي في الأول إن هي ملزقة لكن لمّا بتاخديها كده ما بين إيديكِ بتلاقيها إن هي بقت طرية معاكِ وما فيهاش تلزيق خالص، هو ده القوام المطلوب بتاعنا. بنجيب رشة صغيرة من الزيت وبنحطها في الطبق اللي إحنا هنحمّر فيه، وبنبدأ إن إحنا نغطي العجينة بتاعتنا نسيبها تخمر. حطيتها بكيس تلاجة نضيف ومن فوقيه فوطة، وهنا أنا هاسيبها ترتاح مش هاسيبها تخمر خُمر كامل لإن كده هتخمر للمرة التانية، فبنسيبها كده حوالي نُص ساعة إن إحنا نقدر إن إحنا نتحكم فيها بس وما تكشش مننا زي الأستك كده. معانا ربع كيلو من العجوة حطيت عليهم معلقة من السمنة وشوية من السمسم وهاعجنهم لحد ما يبقوا بالشكل ده، وهاغطيهم وهاسيبهم على جنب. مش هاشكِّل العجوة دلوقتي، هاشكِّلها بعد ما أشكِّل العجين، لإن أشوف مثلًا العجين بتاعي طلع كام قرصة معايا، وبعد كده بابدأ إن أنا أخلّي العجوة برضه على قد القرص بالضبط، تمام. فلو طلع معاكِ 15 تخلّي العجوة 15 وتضبّطي إيدِك كده في الميزان. جِبت العجينة وبدأت كده إن أنا أحطها قدّامي وهابدأ إن أنا أكوّرها وطلعت معايا 18 كورة بالضبط، نعّميها كده ما بين إيديكِ كويس أوي علشان في الآخر تاخدي القُرَص بتاعتِك ناعمة من فوق وما فيهاش أي تشقُّقات ولا مش متساوية يعني، تمام. طلعت معايا 18 قُرصة وعملت 18 كورة من العجوة بالضبط. بنجيب أول كورة إحنا اشتغلنا فيها أو شكلناها وبنبدأ إن إحنا نفردها وما تضغطيش على النُص أوي علشان خاطر ما تطلعش ضعيفة معاكِ من النُص، تمام. بنفردها بالشكل ده وبنفرد عليها العجوة وبنبدأ إن إحنا نقفّل الأطراف على بعضيها كويس أوي علشان خاطر ما تفتحش معاكِ بعد الحمر. هنا لو حابة تفرديها شوية وتدّيها شرطتين كده بالسكينة من فوق، هيبقى تمام وزي الفل وهتبقى قُرَص معاكِ حلوة وزي الفل. لكن النهارده هنغيّر شوية وهنعمل شكل نجمة، فبنبدأ إن إحنا نقسّمها 4 كده وما تخشيش لجوّه أوي، يعني خلّيكِ على الحرف كده علشان النُص بتاعها ما يبقاش ضعيف، تمام. وكل واحدة من دول هنقسمها 2 وبكده تكون القُرصة جاهزة معانا، ما فيش أحلى ولا أسهل من كده. الصاج ما بيكونش مدهون أي مادة دهنية، بنبدأ إن إحنا نحط كل قرصة كده وهنعمل واحدة على السريع كده مع بعض، بتحطيها
وبنسيب الكلام ده يخمر، لازم تسيبيه يخمر بقى لحد ما القرصة تلاقيها حجمها تضاعف. طبعًا أنا القرص النهارده مش عاملاها تخينة أو ليها قلب كتير، عاملاها ضعيفة كده، فلو أنتِ عايزاها أتخن من اللي أنا عاملاها بتصغّري الكورة بتاعتِك شوية، يعني ما بتضغطيش عليها أوي، يا دوب بتضغطي عليها ضغطة صغيرة وبعدين بتبتدي إن أنتِ تعملي شكل الوردة اللي إحنا عاملينه. سِبت القرص تخمر، وبعد كده معايا صفار بيضة وعليهم معلقتين من اللبن وباكت من الفانيليا. الخطوة دي تقدري تستغني عنها لو أنتِ حابة، أو ممكن تدهنيها حليب لو حابة برضه إن أنتِ تدهنيها حليب، ممكن مَيّة وتدوبي فيها معلقة سكر وتدهني الوش، ده كله علشان خاطر إحنا عايزين نحط سمسم على الوش ومش عايزينه يقع معانا، لكن لو مش حابة إن أنتِ تحطي سمسم فما فيش داعي إن أنتِ تدهني الوش بتاعها. بنسخّن الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200 أو على أعلى درجة، وبتسخّنيه كويس أوي حوالي ربع ساعة، وبعد كده بنحط الشبكة في تاني رف من تحت، وبنحط القرص بتاعتنا. أول ما بتاخد لون من تحت بنبدأ إن إحنا نولّع عليها الشواية على طول تاخد اللون المطلوب، أول ما بتطلع كده بنبدأ إن إحنا نغطيها بفوطة وبكيس تلاجة نضيف. القرص مش مليانة معانا فمش عايزينها تغيب في الفرن علشان ما تنشفش، تمام، هي كده معمولة باللبن الرايب فمش هتنشف معاكِ، بس برضه ادّيها الوقت المطلوب ما تخلّيهاش في الفرن كتير، يا دوبك بس إن هي بتاخد اللون بتاعها مش أكتر من كده. في أفران بتبقى ضعيفة فعلشان كده لمّا بتطلع بنغطيها علشان خاطر بس إيه، ترُد كده من حرارة الفرن، لكن لو الفرن بتاعِك حامي والقراص بتاعتِك طالعة طرية فما فيش داعي أصلًا إن أنتِ تغطيها ولا أي حاجة خالص. القراص ما شاء الله طالعة حلوة أوي، طرية جدًا، الحجم كده بتاعها بالنسبة لي كان حلو أوي، وزي ما قُلت لِك لو عايزة تطحّني عن كده بتطحّني العجينة نفسها أو القرصة نفسها ما بتضغطيش عليها أوي. لو حابة بقى إن أنتِ تحفظيها علشان تفضل طرية معاكِ أطول وقت ممكن، بنبدأ إن إحنا بقى أول ما تدفى خالص تبقى دافية معاكِ، بتجيبي أكياس تلاجة نضيفة وبتحطيها في الأكياس دي وبتربطي عليها. هتاكلي منها في نفس اليوم، تاني يوم بتسيبيها على الرخامة ما بتحطيهاش في التلاجة، لكن لو حابة إن أنتِ تطلّعي منها بعد فترة بتحطيها في الفريزر، وقبل الأكل كده بساعة أو ساعة ونُص في الشتا بتبدئي إن أنتِ تطلّعيها بس كده على الرخامة، لو حابة إن أنتِ تدفّيها بتدفّيها، حابة إن أنتِ تسيبيها تفُك براحتها سيبيها تفُك براحتها وهتلاقيها معاكِ برضه طرية وحلوة معاكِ. أتمنى تجرّبوا الوصفة وبألف هنا وشفا مقدمًا إن شاء الله للي هيجرّب الوصفة بتاعتنا النهارده، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. لو عجبِك الفيديو ما تنسيش اللايك، ولو أول مرّة بتشوفي القناة بتاعتي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلِك كل جديد، وبكده أكون خلّصت الوصفة بتاعتي النهارده، أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.